السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبيباتي وصديقاتي الوفيات للقناة. كيفكم وكيف حالكم؟ كنتمنى أنكم دائما تكونوا في تمام الصحة والعافية. توحشتكم بزاف متتبعي الأعزاء. كنتمنى أن هذه الوصفة اللي غنقدم لكم إن شاء الله واللي غنتقاسم معكم تعجبكم إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غنقدم لكم وصفة ديال بشنيخة بطريقة جديدة، مضفورة، كتجي رائعة لا شكلا ولا مذاقا، طريقة سهلة جدا. وكنتمنى انكم تتابعوا معي الفيديو من الاول الى الاخير لكي لا تفوتكم اي فكرة، وكذلك الطريقة لنجاح الوصفة. وندوزو ما نطولش عليكم لاكتشاف مقادير والطريقة وفرجة ممتعة. بالنسبة للمقادير نبداو على بركة الله. هنا كنحتاجو ربعة ديال الزبدة لذة ديال المارغرين. هنا كنحتاج 2 كيسان ديال العنبه ديال اللوز اللي مطحونه بقشورها، 140 غرام ديال اللوز. عندنا خماره، عندنا ساشي ديال الفاني، وعندنا كيلو ديال الدقيق من نوعيه ممتازه. وغادي نحتاجو السيطره ديال الحليب والملحه. اول حاجه كناخذوا النواشف، كنديروا الدقيق، الكيلو ديال الدقيق كنزيدوا عليه 2 كيسان ديال اللوز مطحونين بالقشور ديالهم، كنزيدوا ساشيه ديال الفاني، كنزيدوا الملحه، وكنزيدوا ساشي ديال الخماره او كيس ديال الخميره او بيكين باودر. غادي نخلطوا النواشف مزيان. هنا بالنسبه للعشاق ديال القرفه ممكن انك تضيفي واحد المعلقه صغيره ديال القرفه او نص معلقه ديال القرفه باش كتنسميها، ممكن انك ما ديريهاش. وغادي نجمعوا ديك النواشف مزيان حتى كتدخلوا في بعضياتهم. غنضيفوا ديك ربعه ديال الزبده المارغرين او زبده ديال اللذه اللي ذوبناها، نضيفوها للعجين. ومن بعد غادي نخلطوا الخليط، وغادي نضيفوا كذلك الحليب بالتدريج حتى كيتجمع لينا ديك العجين مزيان. بالنسبه للعجين هنا خصنا تكون ما هي قاصحه ما هي مرخوفه، مهمه كتكون شويه شاده في راسها. غنساليو الكميه ديال الحليب. بالنسبه لي انا هنا زدت ليا نص لتر ديال الحليب، ولكن ناقص تقريبا 2 معالق ديال الحليب. هنا الدقيق ممكن انها تهز ليك نص لتر كامل. غنجمعوا العجين وغادي ندلكوها مزيان. شفتوا العجين انها كتكون قاصحه شويه ماشي رطبه بزاف، باش تساعدنا ملي كندلكوها كنقطعوها كويرات. قطعوا العجين على هذا الشكل هذا، غادي نقطعوها كويرات. من بعد غادي نجمعوا ديك العجين او نلولبوا دوك الكويرات، نكوروهم باليد ديالنا ونحصلوا على واحد البودان. نديروا على شكل بودان على هذا الشكل هذا كنلولبوها او نكوروها بين يدينا، او كنديروها على شكل بودان. نديروا على هذا الشكل هذا. من بعد ملي كنساليو تكوار ديال العجين او نساليو الكميه كلها ديال العجين، كنقادوها. كناخذوا البلاستيك الغذائي او بلاستيكه، وكناخذوا كل حربول من العجين وكنلويو عليه البلاستيك الغذائي هكا. الا ما متوفرش عندك ممكن انك تستعملي بلاستيكه وتجمعي فيها العجين كامله باش ترتاح لنا العجينه. كنبقاو مستمرين بنفس الطريقه حتى كنكملوا باقي العجين او باقي الكويرات كامله. كنمشيو للكويره الاولى او الحربول الاول، كنطلقوه بالمدلك، نحاولوا نقادوهم، وغادي ندوزوهم في الآلة ديال التوريق. بالنسبه للآلة ديال التوريق غادي ندوزوها في الاولى، وندوزوها في الثانيه، النمره الثانيه، وبالنسبه النمره الاخرى غنديروها غير ما بين النمره الثالثه، غنخليها ما بين بحال ندوزوها في نمره ونص. من بعد ما كنحصلوا على العجين بحال هذا الشكل هذا، غندوزوها في المكان اللي كندوزو فيه سباكيتي او كندوزو فيه رزيزه.
غنحصلوا على هذا الخيوط هذا على هذا الشكل هذا. دائما غادي نديروا نرشوا شويه ديال الدقيق. هنا من الاحسن انك ترشي شويه الدقيق قبل ما تدوزيها في الاله ديال الرزيزه. هنا كناخذوا يعني 6 الخيوط ديال العجين، كناخذوا 6 الخيوط هكا، يعني كنحصلوا على 3 يعني غنحصلوا على ضفيره، وغادي نبداو نضفروا العجين بهذا الشكل هذا. يعني كل ضفيره كناخذوا فيها 6 الخيوط، كناخذوا 3، يعني هنا غنولي عندنا تقريبا 18 خيط، وغادي نضفروه. غادي نقرصوا العجين بهذا الشكل هذا، كنحسبوا وكنقرصوا العجين. حنا عينينا ميزاننا بالنسبه للضفره، كنحصلوا على الضفيره بهذا الشكل هذا. هنا بالنسبه الى بان لكم شي خيط مقطع كنحيدو كنزولوه. ديروا لها هكا باش تحل شويه. نوريكم يعني وحده اخرى باش كتضح لكم الرؤيه. دائما كناخذوا 6 الخيوط، كل يعني ضفيره كناخذوا فيها 6 الخيوط. غادي نحصلوا هنايا بالنسبه للضفره كامله غادي نحصلوا على 18 خيط. غنحاولوا نجمعوهم من الراس ديالهم بهذا الشكل هذا، نضغطوا عليهم وغادي نضفروا الخيوط ديالنا على هذا الشكل. كنحاولوا ما نزيروش الخيوط او ما نزيروش الضفره، نخليوها مرخوفه شويه باش ما تجيناش معجنه من الداخل. غادي نحلوها بهذا الشكل هذا، وكنبداو نقرصوا في العجين على هذا الشكل وتنقطعوا. تنحصلوا على يعني الضفيرات بحال هكا. نحاولوا دائما نضغطوا على الجوانب باش ما يتحلوش لينا في القلي. دائما ضغطوا على الجوانب. هنا كنبقى مستمرين حتى كنكملوا الكميه كامله وندوزوا القلي ديالها. دائما ملي كنصيبوها ضروري كنغطيوها يعني ببلاستيكه باش ما يعني ما تنشفش لينا يعني تشربش لينا البرد بزاف. هنا كناخذوا واحد المقله كنديروا فيها واحد الكميه ديال الزيت، وكنخليوه حتى كيسخن، وكنحطوا فيه ديك يعني البشنيخه ديالنا المضفوره. هنا غادي نحتاجوا العسل، وغادي نحتاجوا الزيت الكافي للقلي. كذلك غادي نحتاجوا واحد القطيب اللي دائما يعني ديال القطيب ديال الشواء، كيساعدنا اننا ما كتهرش لينا في المقله، وكيساعدنا اننا ما كنتحرقوش حتى من يدينا، وتيقلب لينا ديك يعني البشنيخه مزيان. هنا كنبقاو نقلبوا فيها حتى كنحصلوا على واحد اللون ذهبي بحال هذا الشكل، يعني ما نخليوهاش تحمر بزاف، حيت الا كان الزيت اللون ديالو غامق بزاف او اللون ديالو كثيف مزيان، يعني ما نحاولوش اننا نطيبوها بزاف او نحمروها بزاف، لانها كتاخذ اللون كذلك من العسل. كنزولوها من الزيت وكنحطوها في العسل، ونراعيو انها كتقطع يعني بشويه غير بشويه باش ما تهرش لينا يعني، وكتجي عندنا كميه ديال الكسور بزاف. كنرشوا عليها العسل من الفوق بهذا الشكل هذا، وتنخليوها واحد المده حتى كتشرب العسل مزيان. ندوزو الكميه الثانيه ديال القلي. دائما ملي كنحسوا ان الزيت سخنات بزاف كنقصوا النار، يعني كنخفضوا النار باش ما تحرقش لينا. وإلا حسينا كذلك ان الزيت سخنات بزاف وغادي تحرق لينا يعني الحلوه ديالنا او البشنيخه ديالنا، كنطفيوها واحد المده تقريبا 1-2 دقائق ولا 3 دقائق حتى يبرد الزيت مزيان. عاد ممكن اننا نستمروا في القلي.
كنبقاو يعني نقلبوا حتى كنحصلوا على واحد اللون اللي ذهبي بحال هذا الشكل هذا. يعني ما نوقفوش على التقلاب، ومن بعد كنزولوها وتنحطوها في العسل. كنحاولوا الكميه الاولى، شفتوا الشكل ديالها انها ملي تعسلات، والعسل خاصو يكون بارد اللي غادي يعني غتصبي فيه. يعني البشنيخه وهي سخونه خاصو يكون بارد، ما يكونش سخون، يعني ما نسخنوش العسل. كنحيدوا الكميه وكنضيفوها في العسل ونخليوها حتى تشرب العسل مزيان. وبالنسبه للتقلاب ما نحاولوش نبقاو نقلبوا فيها باش ما تهرسش لينا. هنا من بعد ما سالينا البشنيخه ديالنا، خديت واحد شويه ديال الجنجلان وحاولت دوزها من الجوانب ديالها، من يعني الجوانب بجوج. هنا بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري. كنتمنى ان هاد وصفتنا الاعجاب ديالكم، كنتمنى انني دائما ارضي جميع اذواق متتبعي قناتي الوفيات. هنا غادي نحل لكم ان شاء الله يعني وحده غتشوفوا الرطوبيه ديالتها كيفاش كتكون، كتجي رطبه وكتذوب في الفم. ان شاء الله هاد الوصفه غتولي عندكم معتمده عندكم دائما وكتجي لذيذه كذلك. كنتمنى انني دائما ارضي جميع متتبعي القناه، وكذلك يعني الزوار الجدد ان شاء الله. وكنشكر جميع الصديقات اللي دائما متابعيني ومسانديني وكيسولوا فيا ان شاء الله على سبب الغياب ديالي. عندي ظروف ان شاء الله، يعني عندي الوالدين ديالي بجوج مرض، والله يشافي الجميع ان شاء الله. وان شاء الله غنرجع لكم للقناه بحله جديده، وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. دمتم في رعاية الله، وإلى فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله مع نجاة لاغومو.